أعزائي المشاهدين، ويلكم لتاني يوتيوب فيديو نصوره. لو انتم ما اتفرجتوش على اول فيديو ازاي وفايتكم كتير موضوع الفيديو التاني، بطلي تبقي حساسه، ورايتاليو في الاخر انه انت مش محتاجه تبطلي تبقي حساسه، محتاجه بس ان انت تتعاملي مع الحساسيه دي. التوبيك بقى بتاع النهارده شائق برضو مش قريب الى قلبي، او يعني دي حاجه انا مش من الحاجات اللي انا بحبها قوي في نفسي، ولكن خلينا نشتغل مع بعض ان احنا نغير الحاجات، وهي ارضاء الناس. حد يجي يسالني يقول لي يمنى، هو مش ارضاء الناس دي حاجه حلوه؟ يعني احنا عايزين الناس ما تبقاش حبانا، يعني عايزين ان احنا نخسر رضا الناس؟ يعمل لي كده؟ لا، مش هي دي الفكره. بالعكس، ارضاء الناس دي حاجه حلوه، وان الناس تبقى مبسوطه دي حاجه حلوه. ولكن لو اتعلمنا اي حاجه من قصه جحا والحمار هنعرف ان ارضاء الناس غايه لا تدرك، على رأي الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إرضاء الناس غاية لا تدرك يا جماعة أصلا. اللي أنا بتكلم عليه وهو إرضاء الناس على حساب نفسنا، مش إرضاء الناس في المطلق. وفي أشخاص معينين إحنا هنرضيهم، لا مش عايزين نزعلهم، يعني مش عايزين أهالينا يدوا علينا. لكن هرجع أقول إنه حتى لو أنا هعمل كده وهرضي الناس على حساب نفسي، فمش ده يبقى العادي. مش لما أقول لا أحس بالذنب، ما بقاش مشاية أي حد ماشي من هب ودب بيمشي يدوس على. كلام صادم وصاحب. خلينا نبدأ الفيديو. أول حاجة، الفيديو ومحتوى الفيديو وكل الأفكار اللي فيه مستوحاة من اتنين من أكتر الناس اللي أنا بحب أقرأ لهم وأسمعهم وكل حاجة، كارل يونغ وجابور ماتيه. واللي بيحب القراية يا ريت يستكشف بقى كتبهم ويقرأ كتير في نظرياتهم، لأن هم فعلا كلامهم أكثر من رائع. إحنا بنتولد أصليين، بنعبر عن نفسنا بصدق، بنضحك لما بنبقى مبسوطين وبنعيط لما بنبقى زعلانين، بنتعامل بفطرتنا وبطبيعتنا واصليين اوثنتك، مش بنتصنع حاجه. ولكن واحنا اطفال بنتعلم درس قاسي جدا، وهو ان الحب والامان في اغلب الاحيان بيكون مشروط، يعني ما بيكونش مطلق. مش مجرد ان انت موجود فانت محبوب، لا، لو انا كويس وبسمع الكلام وبعمل كل حاجه بتطلب مني هبقى محبوبه. ولكن لو انا بعبر عن احتياجاتي، عن رايي، بعيط كتير، بزن كتير، هتبقى صعب. ممكن في اوقات قليل الادب، ممكن تبقى عاق. ففجأة بتتحول العلاقة ما بين الناس اللي هم اساسا بيوفروا لنا الامان في حياتنا انها علاقة شرطية. لما هتبقى كويس هحبك، ولما مش هتبقى كويس هلبك بس. فبنبدأ نتخلى عن حقيقتنا، بنبدأ نتخلى عن طبيعة التصرفات اللي احنا في العادي هنتصرف علشان نحافظ على علاقتنا باللي حوالينا، او علاقتنا بالاشخاص اللي هم بيبروفايدوا لينا او بيوفروا لنا الامان والحب والرعايه وكده، اللي هم موسلي واحنا صغيرين اهل، وهم دول الناس اللي احنا محتاجين لهم يعني. ولكن بعد سنين بقى من ان احنا بنتعامل بهذه الطريقه، ده بيبقى اسلوب حياتنا خلاص، بنبقى دي طبيعتنا، احنا مش عارفين نفرق احنا ده ماسك احنا لابسينه ولا دي طبيعتنا او دي حقيقتنا. فبنضحك واحنا مش حاسين، وبنوافق واحنا رافضين، وبنقول حاضر لما بنبقى تعبانين. يا سيدي سجع. الكلام الاولاني ده من الثيوريز بتاعت جابور، وكارل يونغ قال كلام كويس قوي في الموضوع، ومنه العلم النفسي الحديث اتكلم كتير على فكره الشادو ورك او الظل. فكره الظل دي جايه من هنا، خليني اشرحها لكم اكتر. كل واحد فينا عنده بيرسونا او قناع بيلبسه. القناع ده قناع اجتماعي بنلبسه علشان نعرف نتأقلم وسط دائرة اجتماعية حوالينا، في تجمعات لسه ما نعرفش حد فيها، فطبيعي ان احنا مش بنتصرف بطبيعتنا قوي. فالقناع ده مش شرط انه يكون حاجة سيئة، على حسب السياق اللي احنا فيه. فلو دي ناس احنا ما نعرفهاش، طبيعي ان احنا مش هنبقى بنتصرف 100% على طبيعتنا. ساعات بنحتاج. بس الكارثة بقى في ايه؟ الكارثة بتحصل لما بنصدق ان القناع ده هو احنا، ان احنا مش عارفين مين القناع ومين انا. لما بنعيش طول الوقت عشان نبقى الاشخاص اللطيفة الموافقين على كل حاجه، ده بيسبب ان جزء مننا بيتدفن. الجزء اللي عايز يعبر بيتدفن. كل ما تيجي تعبري تروحي كبتاها، كل ما تيجي عايزه تقولي حاجه تروحي كبتاها وبطها. فالجزء ده عمال يتدفن، عمالين نكوم حاجات جوانا بتتدفن. الجزء ده بيتكون بقى بعد كميه الكبت تحول الى غضب مكبوت، رفض مكبوت، احتياجات كتيره مكبوته، حتى طموح مكبوت. ما هو انا عشان ابقى مقبوله انا ممكن ابقى عايزه حاجه، عايزه اشتغل حاجه معينه، عايزه اعمل حاجه معينه، كل اللي حواليا بيتريقوا عليا ومش عايزين نعمل الحاجه دي، او شايفين ان انا تافهه، او انت ازاي عايزه تعملي ده، انت عايزه تعملي فيديوهات، ايه الهبل ده. كل الطموحات حتى بتاعتنا بتتحط على جنب فبتتكبت. الجزء المدفون بقى ده هو ده الظل، هو ده الشادو بتاعنا، اللي دلوقتي دايما يقول لك اعمل الشادو ورك، اعمل الانر ورك والشادو ورك. هو ده الشادو ورك، هو ده الظل. وده مش بيختفي، لا تكونوا فاكرين انه بيتدفن فبيختفي، لا تويته يا استاذ همام، لا. بيطلع على شكل قلق، بيطلع على شكل توتر، بيطلع على شكل حزن، بيطلع على شكل غضب، بيطلع على شكل احساس بالفراغ والانهيار في لحظات واحنا مش قادرين نفهم ليه حصل لنا الانهيار. بسبب ده، بسبب كميه الحاجات اللي احنا عمالين نخزنها وفاكرين ان احنا كنسناها تحت السجاده، هتطلع تضرب في وشنا في مرحله ما. كل اللي انا قلته لكم ده مقدمه. ايه رايكم بقى؟ لسه ما دخلناش في الفيديو. طب ايه المشكله يعني لما ارضي الناس على حساب نفسي؟ ايه المشكله؟ الايثار
امي لو بتتفرج على الفيديو ده هتهزقني، لانها هتقعد تقول لي والايثار اللي انا علمته لك طول عمري. الايثار شيء جميل، وان انا ارضي اللي حواليا شيء جميل، واني ابسط اللي حواليا شيء جميل، وعايزين نعمل ده، مفيش اي مشكله ان احنا نعمل، بس مش على حساب نفسي، مش على حساب حياتي، مش على حساب ان انا لو عايزه اقول لا اقول عشان ارضيهم مش عشاني، ومش ان ده يبقى 100% من الوقت. طب ما هو مفيش مشكله ان احنا نعمل ده، بعض الاوقات ممكن نعمل ده، ولكن ما يبقاش ده العادي، لانه احنا هنستهلك وهنختفي في ما نبقاش موجودين، وده هيولد غضب كبير قوي تجاه الاشخاص اللي حواليا، لان انا من جوايا هبقى حاسه ان انا عملت حاجه كبيره قوي، ودايما فضلتكم عليا، ودايما حطيتكم قبلي، ودايما عملت، ودايما سويت. وايه المقابل؟ مفيش حد بيعمل الموضوع ده يا جماعه من غير مقابل، عشان بس اللي هو لو عملته ده انا بعمله من غير ما استنى حتى كلمه شكرا. ده في الافلام العربي القديمه ورحله ابو العلا البشري، ده مش موجود في الحقيقه. النفس البشريه مش كده، واللي يعرف يوصل لده يبقى انسان رائع هايل، برافو عليه، ونحب نشكره ونسقف له ونقول له يحاول يعلمنا ده. ولكن في حقيقه الامر لا يا جماعه، الكلام ده مش تطبيقه صعب جدا. احنا بنعمل الحاجه حتى لو انا مش مستنيه منها شكرا لان عملتها مره، بس لو انا بعمل ده كل يوم وبفضل الشخص اللي قدامي ده كل يوم وبعمل له حاجات كل يوم، والشخص ده بيتمادى وبيزيد وعمره ما بيقول لي شكرا ومش شايف اصلا ان انا بعمل حاجه، دي مش حاجه هتضايق؟ لا دي حاجه تضايق وتقهر وتخليني اكون كم من الغضب تجاه الاشخاص الغير مقدرين لقيمتي والحاجات اللي انا بعملها علشانهم غير عادي. فممكن يبوظ في بطريقه ما، ممكن يبوظ كمان علاقات، لانه انا هبقى فاكره ان انا عملت لك حاجه كويسه انت المفروض تقدريها وتشيليني وتعملي وكذا، وهي شايفه انه لا والله انت عملتي ده بمزاجك، انا ما اجبرتكيش تعمل حاجه. بس هنا بتبقى الطمه بقى، فهنا ممكن ده يتسبب في نهايه علاقات كمان ان الاشخاص اللي بترضي اشخاص على حساب نفسها، في علاقات كتيره جدا في حياتها هي مبنيه اصلا على الافعال اللي الشخص ده بيعمله، مبنيه اصلا على ان انا طول النهار عماله ادي بس الشخص اللي قدامي بياخد 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 بياخد. يوم ما هبطل ادي، الشخص اللي قدامي ده هيزعل، لانه هيحس انه ايه ده انت فجاه اتغيرتي، وانت ازاي مش بتديني حاجه، وانا هحس انه ما انتوا عمركم ما قدرتوا اللي انا بديه ده يا جماعه. العلاقه هتنتهي سيمبلي لان هم هيحسوا ان الشخص ده انت فجاه اتغيرتي وما بقيتيش زي الاول. انا لاني بقيت بحس انه انا مش مضطره اعمل ده، وانا بعمل ده ليه؟ طب ما بالاول املى نفسي واملى كوبايتي واحس ان انا تمام قبل ما ادي ده للاشخاص الاخر. اجان زي الطياره بيقول لك حطي القناع على وشك الاول قبل ما تقدري تساعدي الباقي، ما بيقولكيش ادي القناع للي قدامك، لا، لان لو انت مش كويسه انت مش هتعرفي تدي للي قدامك. الاشخاص دي بتبقى دريند، الاشخاص دي بتبقى متصفيه من جوه، ما بنبقاش عندنا حاجه نديها اصلا، ان طول ما انا قاعده بوزع بعزقزق. فالخطر ان اللي انت بتعمله كل مره بتوافق على حاجه انت مش عايز تعملها، كل مره بتدي حد حاجه انت مش قادر تديها له لمجرد ان هو الشخص ده يبقى كويس ومبسوط وراضي عنك وما يسيبكش. انت بتعمل حاجه ما يطلق عليها السيلف اباندمنت او التخلي عن النفس، يعني بمعنى اصح وبالبلدي كده انا بختار الشخص ده، بختارنيش، بختاره هو، بختار الشخص الاخر مش بختار نفسي. طب ما حلو، ما هو ده الايثار، انت كده ما تبقيش انانيه ماشي، بس انا ممكن اعمل ده مره اتنين بس ما يبقاش هو ده العادي. وانا ليه هفضل اختاركم انتوا وانا امتى هختار نفسي؟ لا، اختاري نفسك واختار نفسك، ما تختاروش كل اللي حواليكوا على حساب نفسكم. فاللي بيحصل ده خيانه للنفس، لانه كل مره انت بتدوسي على نفسك تقولي لنفسك لا مش هنعمل ده ليه، عشان هم يبقوا مبسوطين، عشان هم يبقوا احسن منك ليه. ولو فضلنا عايشين في هذا القناع هنفضل نعمل كده لحد ما فجاه صوتنا هيختفي، احنا مش هنبقى عارفين احنا عايزين ايه ولا نعمل ايه ولا ايه اللي بيبسطك. انت عايزه ايه؟ ما اعرفش. انت عايزه تاكلي ايه؟ ما اعرفش. انت عايزه تروحي فين؟ ما اعرفش. انت عايزه تعملي ايه؟ ما اعرفش. ما اعرفش. صوتي راح، صوتي اختفى، بقيت اصوات اللي حواليا اعلى من صوتي، انا مش سامعاه. صوتك بيختفي لان الاصوات اللي حواليكي بتبقى اعلى بكتير من صوت. فالقناع ده لما بنفضل نلبسه كل يوم بيلزق في وشنا، نفتكر ان ده هو احنا وبنتخنق، يكتم نفسنا وبيكتم صوتنا، ودي خطوره البيبل بليزر. قلقتيني، اعرف منين اذا كنت بيبل بليزر ولا لا؟ هقولك. هنسال نفسنا 4 اسئله. رقم 1، هل بتحسوا بالذنب لما بتقولوا لا على حاجه لما حد يطلب منكم طلب؟ هل بتخاف ان الناس تزعل منك حتى لو عندك حق؟ هل بتتجنب المواجهه باي ثمن؟ لا مش شرط. انا هتجنبها حبه لحد ما مش عارفه اتجنبها واخش بقى بدماغي بقى. هل بتحس ان انت مش عارف انت مين من غير ما تكون كويس؟ يعني لما الناس بتبقى زعلانه منك وبتبقى متضايقه منك وشايفاك بني ادم مش كويس عشان مش عايز ترضيهم او كده، بتبقى حاسس ان انت مش عارف انت مين؟ لو الاجابه لو 2 اوت اوف ال4 دول يبقى انتوا بيبل بليزر، لو 3 يبقى انتوا بيبل بليزر، لو 4 يبقى انتوا كده رايحين في حته مش حلوه، يبقى انتوا معظم حياتكم عايشينها في داخل هذا القناع. طب عايزين نتحرر من البيبل بليزنج، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ازاي نحاول نتحرر منه؟ الموضوع صعب وهياخد شغل كتير وهياخد وقت كتير واحساس بالوحده كتير، ولكن اعتقد انه هو في سبيل ايجاد نفسنا الحقيقيه واشخاص بتحبنا من اجلنا وليس من اجل ما نفعله من اجلهم. اعتقد الموضوع ده يستحق المحاوله. رقم 1، صوتكم
رقم 1، لاحظ القناع. هنسال نفسنا هذا السؤال قبل ما نوافق على حاجه. هل انا بعمل ده عشان انا عايزه اعمل ده ولا علشان خايفه على زعل؟ حتى على فكره في حاجات بسيطه، خروجه، لبس هنشتريه، رايي في حاجه. البيبل بليزر ساعات كتير ما بيرضوش حتى يعارضوا الناس في ارائهم. يعني هل انا هقول الحاجه دي او هعمل الحاجه دي عشان انا عايزه اعملها فعلا ولا علشان انا مش عايزاهم يبقوا متضايقين، مش عايزه احس ان انا مختلف؟ لانه في جزء كتير من البيبل بليزنج ليه علاقه بالانتماء. يعني واحنا صغيرين لو قلنا لا، واحنا صغيرين لو تصرفنا بتصرفات معينه، بتحس ان انت اوت كاست، يعني بتحس ان انت لا تنتمي الى هذا المكان، ويعاقبوك ويحطوك في اوضه لوحدك او يقول لك اقعد بعيد او مش عارف ايه وبتاع. فانت بتحس ان انت لو انا ما اتصرفتش صح ولو ما بقيتش كويس good girl او good boy فانا هبقى اوت كاست، لن اشعر بالانتماء في المكان. فبعد كده لما بنكبر بقول لما ببقى عايزه اقول لا علشان ما حدش يزعل مني، او عشان not to outcast me، ما يقولوليش انت لا انت غريبه قوي فيركنوني على جنب من الاخر يعني. فالسؤال اللي هنساله لنفسنا، هل انا بقول او بعمل الحاجه دي او بقول الراي ده عشان ده رايي انا فعلا وعشان انا عايزه اعمل كده واقول كده، ولا علشان هما ما يزعلوش؟ رقم 2، ودي انا جبتها من ميل روبنز. ميل روبنز كانت بتقول حاجه تسهل شويه، لانه الاشخاص اللي ما بتعرفش تقول لا لما بتيجي تقول لا بتحس بتوتر وانكزايتي وساعات بانيك اتاك، نوبات من الهلع شديده جدا. طيب فنعمل ده ازاي بشكل ما يسببش كل هذا القلق؟ ده عن طريق ان لما حد يقول لي مثلا يلا ننزل النهارده بقى، احنا خارجين النهارده ومش عارف ايه وكده، انا عايزه اقول لا، بس انا خايفه اقول لا عشان هم هيزعلوا في ساعتها، فانا مش عايزه اقول لا صريحه وشك، خليني اتشك كده وارجع لك، احتمال ابقى مش هعرف ايه. لما بعد كده بقى ارجع اقول لها لا بصي للاسف مش هينفع النهارده، بس خليها مره ثانيه، اكيد ابقى من بدري نبقى مرتبين لها وابقى ready for it يعني. بس you guys enjoy, have a nice time. ده بيشيل من عليك البريشر الاولاني بتاع اللي هو لا، هي هتروح قايله لي ليه يا بنتي لا، ايه الغلاسه دي، فتضطري في الاخر تقولي طب ماشي خلاص حاول. فابدأي بخطوه صغيره، وهي ان انت بدل ما تقولي لا صريحه هشوف وهرجع لك. رقم 3، وهي ان احنا نقول لا صغننه، يعني نبدا بحاجات صغننه نقول بيها لا. تفطري معانا، انا لسه فاطره 12 سندوتش، لا انا سبقتكم بقى، بعدين مره ثانيه ان شاء الله نبقى نفطر معاكم. فلا صغننه في حاجات عبيطه يعني. 4، نحاول ما نبررش كتير، نحاول تبقى اللا كافيه او مش هقدر كافيه. ليه؟ يعني خليها احسن بكره، ما نبررش كتير. مش لازم احكي قصه حياتي للاشخاص، ده لا ينطبق على كل الاشخاص. كل النصائح اللي انا بقولها دي مش تنطبق على كل الاشخاص ولا في كل الاوقات، ولكن انا بتكلم انه ان جنرال، انه ممكن مش لازم اشرح قصه حياتي. مش هقدر النهارده ليه؟ يعني ورايا حاجات كده بس خلاص. على فكره الحاجات دي عادي ممكن تبقى ان انا هروح اتفرج على نتفليكس، يعني عادي، دي الحاجه اللي ورايا، انا عايزه اروح اعمل نفسي اكله حلوه واقعد اكل كده بالبيجامه. 5، زي ما قلنا ان البيبل بليزنج او ارضاء الناس على حسابي ده معناه ان انا بختارهم مش بختار نفسي، فده بيدي احساس لنفسي ولعقلي الباطن ان انا نفسي اقل اهميه منهم. انا مش اقل اهميه منهم ولا هم ازيد اهميه منا، كل واحد مهم لنفسه، وكل واحد فينا هو بطل روايته، وكل واحد بيشيل نفسه، ودي مهمه جدا ان احنا نعرفها. فبالتالي بما ان انا اهم شخصيه في حياتي، يعني انا مهمه في حياتي لانه انا بطله حياتي، انا لو مش موجوده حياتي مش تبقى موجوده، محتاجه ان انا اخصص وقت لنفسي كل يوم ان شاء الله حتى 15 دقايق، نبقى احنا في الوقت ده حاطين في دماغنا ان الوقت ده بتاعي انا، ده وقت مخصص ليا انا. ال10 دقايق دي يعني كانت هي ايه، تطول بقى بعد كده تبقى ساعه، تبقى ساعتين، تبقى 3 ساعات، ايا كان، بس لازم يبقى في وقت في اليوم كل يوم مخصص ليا انا بس. واخيرا وليس اخيرا في الخطوات، نغير السؤال، بدل ما نسال هم هيزعلوا لو انا ما عملتش كده او قلت كده او تصرفت بتصرف معين، اسال هل انا هزعل نفسي لو عملت كده ولا لا. لو الاجابه لا، على فكره اعمله الحاجه مش هتكلفني حاجه، مش جايه على نفسي عشان اعملها، فواي. لو الاجابه انا هاجي على نفسي وهزعل نفسي لو انا عملت الحاجه دي، وهحس ان انا اخترتهم هم بدل ما اختار نفسي، يبقى الاجابه لازم تبقى لا. في ناس منهم هتزعل، وفي ناس هتقطع معاكم، وفي ناس هتحس ان انتوا اتغيرتوا في الاول بعد كده هيتعودوا. فدي الخطوات العمليه فتحسن جدا من موضوع البيبل بليزنج، وممكن انها تنهيه تماما. الهدف مش ان احنا نبطل نحب الناس، ولا نبطل ان احنا نعمل لهم حاجات لطيفه، ولا نبطل نبقى اشخاص لطيفه في المطلق او نساعدهم، ولكن الهدف هو ان احنا نبطل نختار الناس وما نختارش نفسنا او على حسابنا او نرضيهم على حسابنا. لان الامان الحقيقي بيجي عن طريق ان احنا نختار نفسنا، نعرف نفسنا ونختار نفسنا. في حاجه كمان نسيت اقولها في خطوره البيبل بليزنج او كبت المشاعر عموما او كبت احساسنا عموما، وهو ان الجسم بيحس. انتوا بتبقوا فاكرين ان انتوا المشاعر دي دفنتوها ونسيتوها، لكن في حقيقه الامر الجسم بيحس، والكبت الكتير مش بس بيولد الانفجار، بيولد المرض كمان. في امراض كتيره جدا وقروا عن ده، وممكن نعمل فيديو عن ده، عن الامراض اللي بتنتج على كبت المشاعر بتاعتها. الجسم بيتكلم. التحرر من ارضاء الناس مش معناه ان انا اقطع علاقتي بيهم، ولكن التحرر ده بيبدا ان نبين نفسنا على حقيقتها، نعبر عن نفسنا، نعبر عن مشاعرنا، عن احساسنا، عن ارائنا.
مش ان احنا نفضل خايفين من الرفض، خايفين من عدم الانتماء، خايفين نخسر ناس كتيره ممكن نكون احنا السبب الوحيد اصلا لابقاء العلاقه دي موجوده، من كتر افعالنا ومن كتر ما احنا بنعمل وبندي وكده من غير ما بناخد اي حاجه من العلاقات دي. البيبل بليزرز بيبقى عندهم كم من جلد الذات غير عادي، فمحتاجين نشتغل بس شويه على ان احنا ما نجلدش ذاتنا، لانه في الاول في الاخر احساس الامان ده بيجي مني انا اللي بدي لنفسي احساس الامان، مش حد من ورايا. لانه لو فكرنا في الموضوع، اغلى حاجه في حياتنا هم الاهل، وفي مرحله ما في حياتنا بنخسرهم لمرض، لوفاه، وبنعيش وبنكمل. هم اصلا او المصدر الاساسي للامان. ده معناه انه الامان ده بيجي مننا احنا، مش من الاشخاص اللي حوالينا. وجودهم لطيف، وجودهم بيطمنا، ولكن وجودهم ورضائهم مش هو اللي بيخلينا موجودين على هذه الارض. فطول ما احنا موجودين على الارض دي، كل واحد مسؤول عن نفسه. في نهايه الفيديو احب اقول لكل شاب وكل فتاه بيبل بليزر، احب اقول لهم ان دي مش نهايه الموضوع، معنى ان الموضوع ممكن يتغير، وان احنا ممكن نتغير، وممكن نتغير للاحسن كتير. انتوا مش مضطرين anymore ان انتوا تعملوا ده. طالما كبرنا، اللي حصل ده ما كانش غلطتنا، ولكن دلوقتي مسؤوليتنا ان احنا نغيره، لانه في الاول في الاخر احساس الامان ده بيجي مننا احنا، مش من اي حد بره. نفسنا امانه علينا. اللي كمل الفيديو للاخر احب اشكركم واقول لكم ان انتوا من الصفوه الواعيين اللي عايزين تحدثوا فرق في حياتكم وحياه الاخرين، وده كلام كبير قوي. فاحب اشكركم ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو للاخر. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجه انتوا بتعانوا منها في البيبل بليزنج او في ارضاء الاخرين على حساب نفسكم. الموضوع ده ضركم ازاي او نفعكم ازاي لو حد الموضوع ده نفعه، او عرفتوا تتخلصوا منه ازاي. استنوني في الفيديو القادم يوم الجمعه ان شاء الله.